انت عايش في مية البطيخ. مثل بنقوله لما بنقابل حد قدامنا متهور ومستهتر وما بيتحملش اي مسؤولية. بس ايه اصل المثل؟ ده اللي احنا جايين نقوله النهارده. الرواية الأولى اللي عندي وهي إن البطيخ من الفاكهة اللي نسبة المية اللي فيها بتصل لأكتر من 92%. فبالتالي احنا لما بناكله في الصيف بيرطب علينا وبينقلنا من مود لمود. فكأنك بتاكل مية البطيخ اللي بتنعشك وبتحول مودك من حاجة لحاجة. فعشان كده انت عايش في مية البطيخ، يعني مودك بيتغير بمية البطيخ. اما الروايه التانية فهي مرتبطه بقصه ظريفه جدا، بترجع ان كان في تاجر من التجار اللي بيبيعوا البطيخ في السوق عنده مزرعه بطيخ، فكان بيحتاج ان ينقل البطيخ من المزرعه للسوق علشان يبيعه. بس الراجل ده كان عنده ابن متهور ومستهتر جدا، فما كانش بيستعين بيه تماما. بس مع الاب لما ابتدى يكبر وابتدى الشغل يتقل عليه، فالتجار الباقيين نصحوه ان هو لازم يشغل ابنه معاه. ففعلا قال لابنه تعالى ساعدني في ان انت تنقل البطيخ من المزرعه للسوق وانا هبيعه هناك. اداله العربيه الكارو اللي هي العربيه اللي بيجرها الحمار، فقال له خلي بالك هتحمل البطيخ على اكتر من مره او ترص البطيخ مظبوط علشان ما يقعش. الولد لما اخد العربيه وراح المزرعه لقى ان كميه البطيخ كتيره، ولان هو مش مستحمل فرهضه في ان هو يفضل رايح جاي في نقل البطيخ، فقرر ان هو ينقل البطيخ كله مره واحده. وابتدى يرص البطيخ، وطبعا الرصه ما كانتش مظبوطه. وهو ماشي على الترع اختل توازن الحمار، فالبطيخ كله وقع في الترع وطبعا اتكسر، والولد وقع معاه كمان في الترع. فالناس شافوه وراحوا يقولوا لبابا الحق ابنك عايم في ميه البطيخ.